أيها المشتاقون إلى رؤيا جمالك صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. من يخطب وصاله ينقضة ومن سلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد شرع في بدر وفي الكون يشرع. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد على الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من في السماء والوفا تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل
صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك السلام عليك زين
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده عدم شانه، خلق الخلق الحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أكداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتصرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في عالم قدس الواسع، تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. أفراد بتعداد ولا يمل تكرر بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. وتنتصر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا قلب سرور قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا. صلى الله عليه. شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. في الوصل على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله عليه. غابته العيون فيما جتلته بشرا كاملا يزيح الضلال. صلى الله عليه. رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان، ويحار في تأكل معاني الجنان. صلى الله عليه. في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. صلى الله عليه. بها اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه لله ما أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله أبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجل مستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه وأوسى من نعمة إن تسرسلها في البحر والبر صلى الله عليه الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الكمال صلى الله عليه المصلي عليه به فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم صلى الله عليه بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من سر ضمة فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقب لهذه الخروج صلى الله عليه يرقب في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه كانت الألسن لا تفي
يكتفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف الله تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن الزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، يتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ذاك كباب طيبة مدينة نبينا طابت تراها برسول محمد عليه سلامنا. يا رسول الله من البعد وصلنا يا رسول الله لا لغيرك مقصدنا. يا رسول الله إني أحبك فقبلنا رسول الله ذكرك شفاء لنا. يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم يخط ما حركته في الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. التي هي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار. صلى الله عليه. يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار. صلى الله وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة. صلى الله عليه. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال صلى الله عليه. قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم من نور. صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية. صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين الصلاب وبطون ما شرفته من العالمين. صلى الله فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يعظ العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولا نشكو منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برجه إلى عالم الشهادة لتنبسط على هذا العالم فيوض فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه عليك في هذه الدرة المكنونة صلى الله عليه المسونة
والكون كله يصبح يمشي في سرور وابتهاج صلى الله عليه هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه لقريش نطقت بفصيل العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه مضمحة بذر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والدهور صلى الله عليه التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك صلى الله عليه فحين قرب وضوة هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. قدرتك شفا كناء هذا المستور الله يبرز عليه نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه على من أتم الله عليه النعمة صلى من الله خواص عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فنظرا بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله عليه العين من قسم الله له من الشرف بالكسمة الوافية صلى الله فات الوقت الذي عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه. فلق أصبح الكمال من النور عن عمود صلى الله وبرز عليه الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. أقربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرد واستغيثوا بجمالي يا رسول الله فوق في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك
عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي كل حمد جل يحصره العالي حمدا بوجود المصطفى الهادي محمد. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين. الله مرحبا مرحبا بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواره خير مقام. الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجلى. صلى الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا. صلى الله على محمد مرحبا. صلى الله عليه وسلم مرحبا. وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء
مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مفتونا مكحولا مقطوعا سرا صلى الله عليه. ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب. صلى الله عليه. عن الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فسأل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قال الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. بعد خصوم الروم. قالت ثم ألبسته وأجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. وأثر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري. وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللحظ المعتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت
على نجم السها بعنانه صلى الله وقد عليه انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما كرمه الله به هذا العبد المقرب من التعظيم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شأني فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأكمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه نتوجه الآمال فتعوذ ظافرا ولا بعزته تحوت الرحالة وتوشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودة أمانتك وحفيظ سرك وحميل راية دعوتك شاملة الأب الأكبر المحبوب لك والموصى بشرف الأوقار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكيك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرته به من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاء هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحسن وقاية وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمال واجعلنا في عذرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تهرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازر وواله وظاهر وأم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومع الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا مانا وسورا.
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائب وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع وفي الحصن المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في الأمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واهدم لنا منك بخير وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.